السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في قناة زملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد في قناة زملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تنساش تدعوا لأخواتنا في فلسطين. يا رب انصر اخواتنا في فلسطين يا رب العالمين. ويا رب انصرهم من نصرهم واخذل من خذلهم. ويا رب عين من أعانهم واغزو من خزائن رب. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو على قناة زملكاوي من ضمن سلسلة قائمة تشغيل كأس آسيا. زملكاوي في كأس آسيا 2024 في قطر. قطر تكتب التاريخ وعنوان حلقة جديدة. قطر تكتب التاريخ وتفوز على إيران بعد مباراة ماراثونية، مباراة شد أعصاب. قطر تكتب التاريخ وتقدر إن هي تنهي القصة وتفوز على إيران. طبعا كل التوفيق للمنتخب القطري. هيلاعب منتخب الأردن في النهائي. ألف مبروك المنتخب القطري. بأقل إمكانيات، بأقل شكل قدرتوا إن انتوا تعملوا تاريخ وتكتبوا التاريخ في البطولة. لا فعلا تستاهلوا كل خير. يعني بطولة للتاريخ الصراحة من المنتخب القطري. أثبت فيها إن هو لأ، منتخب كبير، منتخب حاجة كويسة، حاجة ما يتقلقش منها. برضه انت بتتكلم برضه نفس الجيل اللي خد يعتبر البطولة، مفيش فرق كبير. فرق بس عناصر شابة انضافت. لكن بتتكلم في الأساسيات لأ، منتخب محترم، منتخب بيأدي، منتخب بشكل كويس، لو بيعمل معاهم شغل كويس. كمجمل لأ، في شكل، في أعمال، في منظر كويس. لأ، منتخب تحب تتفرج عليه، منتخب مشرف بيسترجلوا في حالة من الرجولية. وبعدين زي حاجة اللي مديهم الدفعة القوية اللي هم أصحاب الأرض. أصحاب الأرض قدروا إن هم يزقوا النفس الطويل، يقدروا إن هم يروحوا المكان ده. فألف تحية يعني وتقدير للمنتخب القطري. شرفتونا ونورتونا. فعلا تستاهلوا كل خير. وبإذن الله البطولة ما تخرجش منكم أو الأردن بإذن الله. وهنعمل حلقة توقعات بإذن الله وهيبقى الدنيا هيصة. لكن فعلا ألف مبروك للمنتخب الأردني والمنتخب القطري. شرفتونا وفعلا كنتوا على قدر كفاءة عالي واسترجلتوا في البطولة دي. بكرة إن شاء الله في حلقات كتير هتنزل. خليك بس متابع. في حلقتين هيتكلموا عن أفريقيا وحلقة عن منتخب مصر وحسام حسن مديرا فنيا للمنتخب. وبإذن الله خير. وفي حلقة قريبا بوم هنتكلم فيها على الزمالك بإذن الله. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. السلام عليكم.